في شخصيات غيرت مجرى التاريخ، لكن يا ترى لو عايشوا معانا النهاردة كان شكلهم هيبقى عامل إزاي؟ استعد لأننا هنرجعهم للحياة بعقلية العصر الحديث. انت دلوقتي بتتفرج على لو عاشوا معانا. لو الأميرة ديانا كانت عايشة معانا النهاردة، يا ترى كانت حياتها هتبقى عاملة ازاي في زمن السوشيال ميديا والبودكاست والفيديوهات اللي بتوصل ملايين في ثواني؟ في حلقة النهاردة من سلسلة لو عايشوا معانا هنتخيل رحلة الأميرة ديانا وسط عالمنا الجديد. ديانا بتنزل من عربية فخمة قدام مقر مؤسسة خيرية عالمية، لابسة فستان أنيق وابتسامتها المعتادة اللي بتخطف القلوب. المصورين بيجروا عليها من كل اتجاه، لكن المرة دي ديانا بتضحك وتنشر صورة معاهم على إنستجرام بنفسها. بتدخل قاعة مؤتمر عن حقوق الأطفال وبتتكلم بثقة قدام شاشة عملاقة عليها شعار Hope for All. الفيديو بيتنشر على تيك توك وفي ساعات بيتصدر الترند في أكتر من 30 دولة. بتقف قدام شباك مكتبها بتبص على المدينة المليانة أضواء، وكأنها بتقول لنفسها الرحلة لسه في أولها. ديانا بتسجل حلقة بودكاست بعنوان الحب فوق السياسة، بتحكي فيها قصصها وتجاربها. المهندس بيحرر صوتها وبتبان لمسة الحماس وهي بتحكي عن زيارتها لأماكن فقيرة. بتعمل لايف على إنستجرام والناس من كل العالم بيسألوها عن رأيها في قضايا إنسانية. الحملة بتاعتها بتوصل لكل القارات، والناس بتتبرع أونلاين للمؤسسات اللي بتدعمها. بتقفل المايك وتبتسم، حاسة إنها قدرت تستخدم التكنولوجيا لصالح القضايا اللي بتحبها. ديانا في حديقة عامة لابسة لبس كاجوال وماشية بكل بساطة مع كلبها. شابة صغيرة بتطلب منها صورة وديانا بتوافق بابتسامة وبتكتب لها Follow your dreams. بتقعد في كافيه هادي وبتكتب ملاحظات في دفترها. الصحف الإلكترونية بتكتب عنها الأميرة اللي كسرت الحواجز. بتبص للشمس وهي بتغرب وفي بالها إن السلام الداخلي أهم من أي شهرة. يوم من الأيام إشاعة بتنتشر عنها على تويتر. بتشوف الكلام وبتقرر ترد بفيديو مباشر بكل هدوء. الناس بتتعاطف معاها وبتكتب ديانا رمز الإنسانية. وشها بيبان فيه الإصرار إنها تكمل. بتصحى تاني يوم وتبدأ من جديد، أقوى من الأول. ديانا بتسافر لبلد جديدة لدعم مستشفى أطفال. الأطفال بيستقبلوها بالورود والأعلام. بتزور المرضى وتوزع هدايا. آلاف الناس بيجتمعوا عشان يسمعوا كلمتها. بتقف في بلكونة الفندق وتشكر ربنا على فرصة خدمة الناس. ديانا بتشارك في عرض أزياء خيري. المصورين بيخلدوا اللحظة. بتقول في لقاء الموضة مش بس مظهر، دي رسالة. #StyleWithPurpose بيترند عالمياً. فستانها بيبقى حديث العالم. ديانا بتجرب نظارة VR عشان تزور أماكن محتاجة دعم بدون ما تسافر. بتطلق حملة تبرعات أونلاين. التبرعات بتوصل من كل حتة. المتطوعين بيجهزوا المساعدات. القلوب بتزيد على الشاشة وكأن العالم كله بيقول لها شكراً. ديانا ضيفة في برنامج عالمي. المذيع بيرحب بيها. تصفيق حار من الجمهور. بتحكي عن رسالتها في الحياة. الكاميرا بتبتعد وهي بتبتسم. ديانا بتشارك في مسيرة لدعم حقوق المرأة. شايلة لافتة مكتوب عليها Equality for All. الإعلام بيغطي المسيرة. بتصافح سيدات من دول مختلفة. الشمس بتطلع وكأنها بداية جديدة. بتزور مدرسة وتلعب مع الأطفال. الأطفال بيعرضوا رسوماتهم. جدارية عليها صورتها. بتتصور معاهم. ابتسامتها بتفضل في الذاكرة. يمكن الأميرة ديانا رحلت عن عالمنا، لكن لو كانت عايشة النهاردة كانت هتثبت إن الإنسانية أكبر من أي زمن. رسالتها هتفضل تعيش، لأن القلوب اللي بتحب بصدق عمرها ما بتموت.
ما تنساش لو عجبك الفيديو تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات عشان تكمل معانا باقي السلسلة وتعمل لايك للفيديو.